أهلا بيكم في محتوى ببساطة حكاية من أولها، وخلونا نفهم الموضوع ببساطة. تخيل حرب غيرت شكل العالم، ملايين ماتوا بسببها، ودول اتقسمت، واقتصادات انهارت، وعقول اتغسلت من غير رصاصة واحدة تتضرب مباشرة بين العدوين الأساسيين. الحرب الباردة هي صراع عالمي طويل المدى، وما كانتش حرب عادية، دي كانت حرب عقول وأفكار ونفوذ وخوف وتجسس. الحرب كانت بين قوتين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. الحرب دي بدأت بعد الحرب العالمية التانية، وانتهت بسقوط إمبراطورية كاملة، لكن أثرها لسه عايشة لحد النهاردة. الحرب الباردة هي صراع سياسي، أيديولوجي، اقتصادي وعسكري غير مباشر بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الشيوعي من 1947 لحد 1991. طب ليه اسمها الحرب الباردة؟ لأن ما كانش فيها مواجهة عسكرية مباشرة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، ما كانش فيه جيوش أمريكية وسوفيتية اتحاربت وجها لوجه، لكن في المقابل العالم كله كان مسرح للصراع، والخوف كان حاضر في كل بيت، والتهديد النووي فوق دماغ البشرية. كان في حروب بالوكالة وسباق تسلح وتجسس ودعاية وضغط اقتصادي وتهديد نووي مستمر، فالعالم كله كان عايش على أعصابه. بعد الحرب العالمية التانية أوروبا كانت متدمرة، وكان عندها ملايين القتلى، وكانت عبارة عن أنقاض، وكان في فراغ سياسي ضخم. طلع ساعتها قوتين بس هم اللي منتصرين، أمريكا اللي بتمثل الرأسمالية والديمقراطية والسوق الحر واللي كان عندها اقتصاد قوي، والاتحاد السوفيتي اللي بيمثل الشيوعية وحكم الحزب الواحد وسيطرة الدولة. كل طرف كان مؤمن إن نظامه هو الصح، ونظام الطرف التاني خطر على البشرية. كل طرف كان شايف نفسه هو المنقذ وصاحب الحقيقة والنموذج اللي العالم لازم يمشي عليه. أمريكا كانت خايفة إن الشيوعية تنتشر والأنظمة تسقط واحدة واحدة. السوفييت كانوا خايفين إن الرأسمالية تبتلع العالم، وإن أمريكا تفرض سيطرتها، فالخوف هنا كان هو الشرارة الأولى. العالم ساعتها اتقسم رسميا لمعسكرين، معسكر غربي بقيادة أمريكا اللي كان رأسمالي وديمقراطي وعنده اقتصاد سوق حر، وده كان متمثل في أوروبا الغربية واليابان وكندا وأستراليا. ومعسكر شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي الشيوعي، وكان عبارة عن حزب واحد، والدولة هي اللي كانت مسيطرة على كل شيء، وده كان متمثل في أوروبا الشرقية ودول حلف وارسو والصين لفترة قصيرة. دول كتير لقت نفسها مضطرة تختار أو تجبر إنها تختار، ومن هنا ظهر مفهوم دول العالم الثالث اللي بقت عبارة عن ساحة صراع بدل ما تكون طرف حقيقي. عايزة بس أقول لكم نبذة سريعة كده عن حلف وارسو. حلف وارسو كان هو التحالف العسكري اللي قاده الاتحاد السوفيتي سنة 1955 كرد مباشر على حلف الناتو، وده كان معسكر الشرق الاشتراكي في مواجهة معسكر الغرب الرأسمالي. دول حلف وارسو كانت الاتحاد السوفيتي اللي هي القائد الفعلي للحلف، وألمانيا الشرقية اللي هي ألمانيا الديمقراطية، وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا وألبانيا اللي انسحبت فعليا من الحلف سنة 1968 بسبب خلافها مع السوفيت. كل الدول دي كانت اشتراكية وبتدور في الفلك السوفيتي، وقرارات الحلف كانت في الحقيقة بتيجي من موسكو. الحلف استخدم أحيانا ضد الدولة نفسها، زي قمع ثورة المجر سنة 1956 وغزو تشيكوسلوفاكيا سنة 1968.
حلف وارسو اتفك رسميا سنة 1991، وده تزامن مع سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. نرجع تاني للحرب الباردة اللي كانت عبارة عن حرب أيديولوجية، لأنها كانت حرب فكرة قبل ما تكون حرب سلاح، ودي كانت أخطر حرب في الحرب الباردة. أمريكا كانت بتدعو للحرية الفردية والديمقراطية وتحقيق الذات والحلم الأمريكي. السوفييت كانوا بيدعوا للعدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية وإنشاء دولة عمال وفلاحين. كل طرف كان بيشوه صورة التاني وبيجمل نفسه. حتى المدارس والإعلام والسينما والرياضة ومسابقات الجمال وبرامج الأطفال كلها كانت أدوات حرب فكرية سياسية. هنا دخل العالم أخطر مرحلة. الاتنين بدأوا يطوروا أسلحة نووية وصواريخ عابرة للقارات وقنابل هيدروجينية أقوى من اللي قبلها، وده كان أخطر جزء في الحرب الباردة. فظهر مفهوم مرعب اسمه الدمار المتبادل المؤكد، يعني لو ضربتني هضربك، وساعتها احنا الاتنين هنتمحي من الوجود، فالأفضل إن محدش يضرب. العالم عاش عشرات السنين وهو ممكن ينتهي في دقايق بسبب زرار واحد. أخطر لحظة كانت أزمة الصواريخ الكوبية سنة 1962. الاتحاد السوفيتي حط صواريخ نووية في كوبا على بعد دقايق من أمريكا. العالم وقف على حافة حرب نووية 13 يوم، كل يوم كان ممكن يكون الأخير في تاريخ البشرية. وفي الآخر حصل اتفاق سري بإن كل طرف يتراجع خطوة، فالعالم نجي بأعجوبة. طب لو كان الاتفاق ده فشل، كان التاريخ كله اتكتب من جديد أو كان انتهى. كان في حاجة اسمها الحرب بالوكالة، ودي كانت عبارة عن إن طالما أمريكا والسوفيت مش هيحاربوا بعض مباشرة، يبقى يحاربوا في دول تانية، وكانوا يدعموا أطراف مختلفة بالسلاح والفلوس زي كوريا وفيتنام وأفغانستان والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وده أدى لملايين الضحايا ودول مدمرة وشعوب دفعت تمن صراع مش بتاعها. الحرب الباردة هي عصر CIA والKGB والاغتيالات والانقلابات والعملاء المزدوجين. ده حتى الجيران والأزواج والأصدقاء كان ممكن يكونوا جواسيس. الخوف والشك ساعتها كان أسلوب حياة، والثقة كانت عملة نادرة جدا. مع الوقت الاقتصاد السوفيتي تعب، وسباق التسلح استنزف الدولة، والشعوب بدأت تصور وترفض القمع. ومن هنا ظهر ميخائيل غورباتشوف اللي عمل إصلاحات وفرض حرية نسبية وقلل الصراع. وفي سنة 1989 تم سقوط جدار برلين، وسنة 1991 تم تفكيك الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي انهار، وبكده تكون الحرب الباردة انتهت رسميا. لكن هل الحرب الباردة انتهت فعلا؟ رسميا لكن فعليا كتير شايفين ان الصراع رجع، لكن بأشكال جديدة، زي اقتصاد بدل السلاح، وإعلام بدل الدبابات، ونفوذ بدل الاحتلال. روسيا، الصين، أمريكا، اللعبة اتغيرت بس الروح لسه موجودة. الحرب الباردة مش مجرد فترة تاريخية، دي طريقة تفكير. علمت العالم إن الخوف سلاح، وإن الفكرة ممكن تكون أخطر من الرصاصة، وإن السياسة ممكن تدمر حياة ملايين بدون ما تضرب نار، وإن الخوف ممكن يحكم كوكب، وإن السلام بدون عدل هش. لكن السؤال الحقيقي هنا هو، هل إحنا اتعلمنا ولا لسه بنكرر نفس اللعبة بس بأسماء جديدة؟ أتمنى يكون الفيديو عجبكم،
وأتمنى تدعموني بلايك وفولو عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجاية إن شاء الله.